السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيرين تعقد قرانها مع حسام حبيب فور خروجها من المستشفى، ولم تأبه بما فعلوا بها قبل دخولها المستشفى، وأنها فرحانة لدرجة أنها لم تأخذ استشارة والدتها أو أخيها قبل الزواج، بل ذهبت لوحدها هي وهو وتزوجها. والجمهور ديالها جد غاضب لما فعلت، لأنه تصرف غير ناضج أو تصرف غير واضح لإنسانة ناضجة في السن. وكما تقول أنه حسام حبيب هو الذي أقنعني بالرجوع، أنها ما زالت تحبه، وأنها كانت حيزة متابعة لكل الفنانين والفنانات من انستغرام، وتركت حسام حبيب فقط هو اللي خلات ليه متابعة. وفي سياق آخر، نضال الأحمدية تهاجم شيرين عبد الوهاب، وكتقول لها أنك سقطتي من عيون الناس كتير، وكتهاجمها بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي كله، أنها ما كتركزش وما كتثبتش، لأن حسام حبيب يعني تعدى عليها بزاف، وهي كتقول نتوما ظالمين حسام حبيب. انا اللي كنت ظالماه، وانا اللي كنت كنتعدى عليه، وانا اللي كنت كنتعامل معاه خيب. بالعكس، حسام انسان طيب وانسان خلوق، وما عمره ما خدا ليا فلوسي على حساب ديك الهضره اللي كانت كتقول انه كان كياخد لها فلوسها، وانه كان كيستغلها. وبالفرحه ديالها مع حسام حبيب، كما يقول متابعيها ومحبيها، انها ممشاش حتى الكوافير زي العرائس، بل اكتفت بنفسها. كما خرجت من المستشفى في مواقع بيضحكوا ويقولوا محاش حتى الدوش عملته لنفسها.